كان يا مكان يا سعد يا كرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حكايتنا النهاردة عن اسم من أسماء الله الحسنى، اسم الله الحفيظ. كان في ولد اسمه ياسين، عنده 13 سنة، ساكن في منطقة شعبية بسيطة جدا وهادية. مامته ست طيبة جدا، بتشتغل في فرن بلدي. باباه كان شغال سواق تاكسي، بس هو سافر يشتغل في الخليج علشان يزود دخله، وبقى بيرجع كل سنة زيارة. ياسين كل ما كان من النوع الهادي اللي مش بيحب يعمل أي مشاكل، بس الحياة حواليه كانت مليانة أخطار، بس عمره ما كان عارف إن ربنا حافظه بكل لحظة حتى من غير ما يحس. في يوم ياسين خرج من المدرسة بدري، قرر يروح يلعب كورة في الجنينة اللي ورا الحي، بس صاحبه كريم قال له تعالى نركب الميكروباص ونروح نلعب في النادي اللي بعد الكوبري، في ناس جامدة جدا هناك. كان ياسين هيروح فعلا، بس مامته كلمته فجأة وقالت له تعالى خد معاك عيش من الفرن وانا هحاسب، ما تتأخرش. اتضايق شوية ان هي كلمته في الوقت ده اللي كان مفروض هيروح يلعب فيه، بس رجع وسمع الكلام. بعد نص ساعة سمعوا ان العربية اللي كان هيركبها هو وصاحبه اتقلبت من على الكوبري، وكل اللي فيها اتصابوا، وفيها 2 ماتوا ومنهم كريم صاحبه للأسف. وقف ياسين مصدوم ودموعه نزلت، ومبقاش مصدق، بقى منهار. قعد يقول يا رب، انا كنت هموت، كنت رايح اركب معاه. مامته حضنته وقالت له ربنا يحفظك يا ابني، ربنا اسمه الحفيظ، وكل واحد فينا مكتوب اجله واوانه امتى. ربنا هو اللي بيحفظ كل واحد من فواجع الاقدار يا ياسين، ما تزعلش. ولازم تعرف ان كريم صاحبك ان شاء الله هيكون من الشهداء. ادعي ربنا ان ربنا يتقبله شهيد. طبعا ياسين كان منهار وزعلان جدا جدا، صاحبه كان اقرب حد ليه، ولو كان ركب معاه كان هيلاقي نفس المصير، لكن ربنا نجاه. اسم الله الحفيظ، لان ياسين كان دايما بيقول ويردد بسم الله الحفيظ، بسم الله الحفيظ، وهو طالع من البيت وهو راجع البيت وهو بيفتح أي حاجة وهو بيعمل أي شيء بيقول بسم الله الحفيظ. ياسين كان بيساعد مامته في مرة في البيت، ودايما بيجيب مية من الدور الأرضي لأن المية بتتقطع كتير. وفي يوم كانت الكهرباء قطع، فراح يجيب مية، لكنه لمح نور خفيف في الممر، بص لقى سلك كهرباء عريان مبلول بمية المطر، كان ممكن يدوس عليه بسهولة، بس بالصدفة أو هو ظن كده سمع صوت قطة نطت فجأة، خضته فوقف لحظة، فده اللي خلاه ياخد باله من السلك وما يعديش عليه. رجع بيجري وقال لمامته تعرفي يا ماما ان انا كنت هموت؟ قالت له بعد الشر عليك، ليه؟ ايه اللي حصل؟ قالت له قال لها انا شفت سلك عريان ومبلول خالص بمية المطر، ولولا ان القطة اللي نطت وعملت صوت هي اللي خلتني اخد بالي، لولاها كان زماني عديت على السلك وكان زماني مت دلوقتي. مامته بصته وقالت له بابتسامة تعرف يا ياسين ان القطة دي ربنا سخرها وسببها ان هي تيجي في الوقت ده بالذات تعمل الصوت ده علشان انت تاخد بالك، لان ربنا رايد ان انت تبقى بخير، ربنا رايد ان انت ترجع لي بالسلامة ويحصل لكش المكروه ده، وكل حاجة بأمر ربنا. ربنا مش سايبك ولا لحظة يا ياسين، وانا دايما بدعي لك. قال لها وانا كمان يا ماما دايما لما بخرج من البيت بقول بسم الله الحفيظ عشان ربنا يحفظني من الطريق واللي بيحصل في الطريق. مرة وهو رايح المدرسة كان دايما بيمشي من طريق هادي، ففي يوم قرر ان هو يمشي من طريق تاني وهو رايح للمدرسة، والطريق ده كان فيه سكة قطر، القطر بيعدي منها دايما. فياسين قال لما اجرب امشي من الشارع ده اشوف يمكن اوصل اسرع شوية للمدرسة. فعلا وهو ماشي كان الطريق فاضي خالص، بس هو للأسف كان باله سرحان،
فما خدش باله من زمارة القطر اللي قعدت تنور وتعمل صوت، وكان القطر على وشك ان هو يجي، وياسين كان معدي الطريق. ربنا بعتله واحد شكله غلبان جدا جدا وبسيط، راجل بسيط جدا، قعد يشاور له بايديه ويضحك له عشان يفهمه انه في قطر جاي. فياسين بسرعة لما بص كده للراجل وفهم الاشارة بتاعته، بص الناحية التانية لقى القطر جاي، فخد باله ورجع بسرعة عشان يتفادى القطر. وبعد كده كمل وراح مدرسته. تاني يوم برضو قال طب ما انا اجرب اروح من الطريق بتاع القطر والمرة دي هاخد بالي. وفعلا وهو ماشي جنب سكة القطر عدى على خير، وفعلا وصل المدرسة. بقى حب الطريق ده جدا لأنه فعلا طريق أسرع للمدرسة. ومرة على مرة، في مرة كان ماشي سرحان وبرضه ما خدش باله من زمارة القطر، وللصدفة إنه برضه طلعله الشخص البسيط الغلبان ده كان معدي وشاف ياسين ماشي سرحان ومش واخد باله إن في قطر جاي وراه، فشاورله وبرضه بابتسامة بسيطة جدا. خد باله ياسين ورجع وبعد عن سكة القطر، وقال خلاص أنا بعد كده مش همشي من الطريق ده إلا لما أكون واخد بالي. أنا كل مرة بمشي وربنا بيسترها ويعديها بفضل ربنا وفضل الراجل الغلبان اللي بيجي يشاور لي، كان ربنا مسخره علشان يكون سبب في إن ربنا يحفظني. مرة وهو في المدرسة كان في ولد رخم شوية اسمه حازم، بيعمل حاجات كتير غلط وبيحاول يجر ولاد كتير معاه في نفس السكة. ليه بقى؟ لأن الأطفال الوحشة بتبقى عايزة الأطفال التانية كمان زيها. وكمان الكبار، الإنسان عامة اللي بيكون وحش وبيعمل حاجات وحشة بيبقى عايز ناس كتير تبقى شبهه عشان ما يبقاش لوحده. وكمان اللي بيعمل حاجة حلوة بيبقى عايز ناس كتير تبقى معاه عشان ما يبقاش لوحده. المهم الولد الوحش ده اللي اسمه حازم راح لياسين وقال له بقولك ايه، مش عايز تجرب حاجة جديدة؟ انا عندي حاجة جامدة جدا جدا جدا، لو شربتها هتحس احساس جامد جدا، هتحس ان انت راجل. ايه مش عايز تبقى راجل يا ياسين؟ هتفضل كده عيل صغير؟ فياسين قعد يفكر، هو عارف كويس ان حازم ده ولد مش مظبوط وبيعمل حاجات وحشة وبيشرب حاجات وحشة وممنوعة، وبرغم ده مش بيبطل. فلما فكر لمدة 7 ثواني بالظبط قعد يقول هو معقول ان حازم عايز يديني حاجة كويسة؟ اكيد لا. طب حازم ولد كويس؟ برضو لا. طب طريقته هو عايز يديني الحاجة كويسة؟ برضو لا. ده بيستفزني، ده بيقولي تاخد الحاجة دي عشان تبقى راجل. قال يعني انا لما اخد الحاجة دي هبقى راجل؟ انا اصلا راجل وبتحمل مسؤولية نفسي، بسمع كلام ماما وبعتمد على نفسي، يبقى اكيد حازم عايز لي حاجة وحشة. فرفض ان هو ياخد الحاجة اللي معاه، رفضه بإصرار وبعزيمة وبمنتهى الثقة. قال له بص يا حازم، انت عارف كويس ان الحاجات اللي معاك دي ممنوعة، وعارف كمان ان انا مش هعمل الحاجات دي ومش هشرب الحاجات دي، فيستحسن تبعد عني، انا مش عايزة اكون صاحبك. ولو انت فكرت ان انت تقرب لي تاني ما تفكرش ان انا هفضل واقف ضعيف كده، لا، انا هروح اقول للمدير، هقول له كويس انت بتعمل ايه. حازم خاف جدا وجري وبعد عن طريق ياسين. ياسين قال لنفسه يا ترى اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ فراح حكى لمامته، قالت له ياسين اللي انت عملته ده هو الصح. حازم لو كان حس ان انت خايف كان هيجيلك تاني وتالت وكان هيرخم عليك وهيسلط صحابه الوحشين والاشرار لغاية ما تبقى زيهم.
بس انت لما خوفته ان انت هتقول للمدير، انت كده عملت حاجتين حلوين. اول حاجة ان انت حذرته عشان يبعد عن طريقك. تاني حاجة ان انت يمكن بتحذيرك وبتهديدك ده تخلي حازم يخاف ويبطل يعمل اللي هو بيعمله. يمكن انت سبب يا ياسين. قال لها تفتكري يا ماما؟ الله، حلو قوي ان ربنا يستخدمنا يا ماما، صح؟ قلت طبعا. ربنا لما يستخدمنا في حاجة حلوة طبعا لازم نفرح. ومن يوميها حازم بقى في حاله. في مرة كان في شغب في الشارع، ومظاهرة كبيرة حصلت، والناس بدأت ترمي طوب، والشرطة جت، وكان في قنابل وحاجات كتيرة وحشة. ياسين كان راجع من الدرس، ومبقاش عارف يمشي في الزحمة دي. قلبه كان بيدق جامد جدا وبسرعة. معرفش يخرج من الموقف ده لحد ما واحد غريب قاله تعالى ورايا ومتتحركش لوحدك، أنا هخرجك من هنا. وفعلا الراجل خرجه من وسط الزحمة، ولما لف يبصله ملقاهوش، كأنه اختفى وسط الناس. رجع ياسين بيحكي لمامته وقال لها الراجل ده جه منين وراح فين، انا ما شفتش وشه حتى. مامته دمعت وقالت له دي رحمة ربنا يا ياسين، ربنا بيبعت لك اللي يحفظك حتى من غير ما تعرفه. اسمه الحفيظ. مش عايزاك تبطل تقول اسم الله الحفيظ ابدا يا ياسين. ربنا هو اللي بينجيك، هو اللي حافظ عليك. ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى، قادر ينجيك انت كمان وانت ماشي في قلب اي خطر. عارف يا ياسين، ربنا الحفيظ قادر يحميك يا ياسين من اي حاجة. ياسين كبر وفهم ان حفظ ربنا مش بس في الجسد، ده كمان في القلب، في الصحبة، في الفكر، وفي النية. بقى كل يوم يدعي يا رب احفظني زي ما حفظتني في كل الأوقات اللي فاتت، يا رب ما تسيبنيش أبدا. وتعلم يقول دايما الحمد لله، ربنا هو الحفيظ. حتى لو كل الناس مشغولة، ربنا سبحانه وتعالى دايما فاكرني. ربنا بيحفظك من حاجات كتير جدا من غير ما تعرف ولا تدرك ان الحاجات دي اساسا عدت. ده ممكن تبقى انت في قلب موقف صعب جدا وربنا ينجيك منه وانت مش واخد بالك منه. ممكن تأخير بسيط في خطوتك ينقذك من مصيبة كبيرة. متنسوش تكتبوا آيات من القرآن عن اسم الله الحفيظ، أو حكايات حصلت لكم بعد ما بدأتوا ترددوا اسم الله الحفيظ. توتة توتة، خلصت الحدوتة.